بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها من قناة اكلات ويوميات مها. اللي اول مرة يشوف فيديو ليا او قناتي يا ريت يشترك فضلا وليس امرا، ويفعل زر الاشتراك عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلكوا الاشعار بتاعه. يا صباح الخير ويا صباح الورد وصباح الفل على كل الناس الحلوة اللي بتتابعني. رجعت لكم فيديو جديد وانا عارفه ان انا متاخره عليكم كتير قوي قوي قوي، بس صراحه ظروف والله، وربنا يكون في عون الجميع. وكمان حتى باين على صوت ان انا واخده دور برد جامد بقالي كتير قوي، بس الحمد لله. يعني حتى الفيديوهات دي انا مصوراها من فتره، وكمان ما كنتش قادره ان انا اقعد امنتجها ولا اي حاجه والحمد لله على كل شيء. المهم اليوم ده كنت صاحيه الصبح ندور بقى على عيش عشان نفطر وكده، فما لقيتش كمان عندي في الفريزر، وكمان كانت الطابونه خلصت، فقلت لازم اتصرف. يعني مفروض كل واحده مثلا هتشوف. مثلا انا صراحه من تعبي وكده فما كنتش بدور، وصحينا عشان الفطار فما لقيتش عيش خالص، فلازم اعمل زي اي ست بيت، اقوم اعجن اخبز اعمل. بس ان انا اقعد قدام فرن واعمل كميه كبيره، ده انا مش هقدر عليه. المهم عملت حته صغيره كده، حوالي مثلا قولي كيلو دقيق او حاجه، عجنت وقلت اعمله على عين البوتاجاز زي اي عيش خالص عادي، وكنت بعمله معاكم قبل كده. بس طبعا كنت الاول يعني بدات اخبز بقى في الفرن وكده، فما كنتش بعمل العيش ده خالص، فالمضطر يعني. المهم عجنت العجينه سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه، شويه دقيق وملح وسكر ومعلقه سكر يعني، ومعلقه خميره كبيره، وبعد تعجنيهم. عايز تحط عليهم شويه زيت في الاخر، بتدي العيش طراوه كده وطعم حلو. مش عايزه براحتك خالص. المهم هنعجنهم كلهم مع بعض بشويه ميه دافيين، عشان بس تسرعي كمان الخمر بتاعك. وبعد كده تسيبيها لغايه ما تخمر خالص، ونقطعها زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نفرد العجينه بتاعتك. المهم انا بدات افرد. انت عايزه العيش يبقى يقب كله معاكي جامد، ما ترفعهوش قوي في السمك بتاعه، لكن صراحه انا كنت برقه. عند البنات ما بيحبوهوش، يعني السمك بتاعه تخين شويه، فانا بدات ارقه. بترقيه يعني لدرجه ان هو ممكن يقب وممكن ما يقبش معاكي، لكن عايزاه يقب معاك ويبقى حلو، هتفرديه وتسيبيه يريح مفيش دقيقتين تلاتة، وتبدأي وطبعا السمك بتاعها حوالي يبقى سنتي مثلا، عشان تضمن ان هو يقب معاكي، يبقى له قلب كده ويقب كلته مع بعضه. لكن مش عايزاه، مش فارق معاك الابابان والحاجات دي كلها، لا افردي حلو عادي وزي ما انت عايزه، لو عايزاه رقيق. الطاسه بقى اللي بخبز فيها، وبدات احطه على عين البوتاجاز دقيقة بس يتشمع من اليمة ديت، وتقلبي من اليمة التانية برضو يتشمع، وبعد كده تسيبيه يستوي براحته. درجة الحرارة طبعا مش عالية اوي ومش واطية اوي، اللي هي الايه النار المتوسطة اللي تسوي معاكي العيش وما تحرقوش، وكمان ما تسويهوش اوي وبعدين يطلع. بدأت اعمل واحد تاني معاكم. هخلص بقى كل الكمية يا بنات، وهنبدأ في تحضير الفطار العادي خالص. آم، لكن حبيت يعني اشارك واعمل لكم فيديو، لان بقى كتير جدا 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 ما عملتش معاكم فيديوهات. يا رب ما تكونوش نسيتوني بقى في الفترة ديت، ونرجع القناة تشتغل تاني. طبعا القناة وقعت من قلة الشغل بتاعها ومن قلة تنزيل فيديوهات، بس والله غصب عني. ان شاء الله الامور تتحسن، وان شاء الله كده نبدأ نرجع زي الاول تاني ان شاء الله، حتى فيديو كل يوم او كل يومين. المهم ابقى متواجدة معاكم. فما تنسوش بقى يا بنات يعني اللي وصل معايا لغايه دلوقتي يحط لي لايك كده حلو ما عندكم، وكمان اكتبوا لي دعوه حلوه في الكومنتات بصالح الاحوال، وكمان بالشفاء وبتيسير الاحوال، وان ربنا يكرمنا كده ان شاء الله جميعا، ولكم بالمثل. يعني كل واحد هيدعي لي دعوه حلوه انا هدعي له من نفسها، وربنا كمان هيجازيه عني كل خير. ما شاء الله الرغيف ده ما شاء الله قريب اهوت، فحبيت اصوره برضو معاكم. حتى لو انتي مثلا مش قادرة تقفي او مثلا مش فاضية، ممكن تعمليه في البوتاجاز من تحت، وبياخد معاكي برضو كمية حلوة جدا. هتشغلي من فوق ومن تحت، وتبدأي ترصي العيش بتاعك. خلاص بقى كده بقى انا كنت خلصت، وما شاء الله العيش كان طري جدا.
بتطلعيه تحطيه في قماشة وتغطيه عشان يتنه طري معاكي. كان عندي بقى جبنة وعسل وقطعت خيار وجبنة على طماطم قديمة طبعا انا اللي عاملاها، وبيض مسلوق وفول. وكمان الحمد لله يا رب فضل وخير من عند ربنا، يا رب ما يقطعها عاد ابدا، وكمان يتنينا في خير على طول دايما. خلصنا بقى فطرنا وعملنا اللي ورانا، قعدنا شوية شربنا كوباية شاي. المهم يعني احنا اصلا كده كده في اجازة فبنصحى متأخر شوية فايه بنصحى براحتنا وبنفطر براحتنا. المهم على ما خلصنا بقى الدبكة دي كلها وغسلنا الطبقين بتوع الفطار وقعدنا شوية شفنا مثلا روقنا حاجة محتاجة، بس انا مبحبش اكتر عليكم فيديوهات عشان الوقت كمان، وكمان الناس اللي عندها ما عندهاش يعني وفاة وعندها باقة كده فما تزهقش من الفيديو بتاعي. هو الروتين العادي جدا لأي ست بيت في بيتها. المهم عملت الغدا، كان غدا بسيط قوي، كان بقالي فترة ما عملتش ملوخية خضراء. فقلت بقى ايه طالما انا عملت عيش طبعا فطرنا وكمان اتغدينا بيه، وكمان الباقي عينته في كيسة في الفريزر. فقلت بقى ايه انا بحب اغمس كده الملوخية بالعيش، فقلت لا هعمل بقى طالما انا عملت عندي عيش الحمد لله، هعمل شوية ملوخية خضر، وكمان هعمل شوية رز صغير كده للبنات لانهم ما بيعرفوش يغمسوا بالعيش زينا يعني. زي ما انتم شايفين بقى كده بنات، انا عملت الدقة بتاعتها او الطشة بتاعتها، هي توم وكزبرة ناشفة وشوية معلقة سمنة صغيرة. انا مبحبش اكتر المادة الدهنية صراحة، لان مكانش عندي سمنة بلدي ولا حاجة، فكانت دي سمنة صناعي فمش عايزة اكتر من هي دوبك حاجة بس على طرف المعلقة كده تمشي معايا الطشة بتاعت ال- الملوخية. وكمان بقى طب انا عندي لحمة وبس ما عملتش بالشوربة ليه، لان عندي البنات بيعرفوا طعم الشوربة في الملوخية فما برضوش ياكلوا منها، فغصب عني عملتها بمية وحطيت عليها مكعب مرق دجاج وخلاص. وكانت ما شاء الله طعمها حلو، لان الملوخية نفسها طعمها حلو، يعني ارضها ما شاء الله طعمها حلو، فالخضار او الزرع بتاعها بيبقى طعمه حلو. فهي ما كانتش يعني مش مستاهله ان تحط شوربه اصلا، هي ما شاء الله من حتى لو ميه من غير مرق دجاج بتبقى طعمها طعمه حلو. وعملتها وعملت شويه الرز، والحمد لله اليوم كان سهل وعدى كده على خير. طبعا البوتاجاز بقى هيتغسل والمواعين هتتغسل بعد الغدا، كل ده هيتظبط والمطبخ هيتشطب، ويا رب يديمها علينا كده نعمة يا رب، ويحفظها على طول من الزوال وتبقى كلها موجودة، والحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا. وكمان يا رب ما يحرمش حد من بيته من عياله من ولمتنا كلنا كده مع بعض. زي انتوا بقى شايفين يا بنات انا حطيت الملوخية كمان على الطشة والمرق وكده بتاعتها. وخلاص الرز خلاص خلص، كان رز ابيض عادي خالص بشوية فلفل اسمر، الحاجات العادية دي فلفل اسمر انا بحب احط عليه فلفل اسمر. وغرفنا بقى الاكل وقعدنا عشان نتغدى. ما شاء الله رز جميل ومفلفل، ودي كانت معلقة كده مسقعة كانت فاضلة، برضو عندي بنتي بتحبها تاكلها ساقعة. وهي سلقت اللحمة والرز والملوخية فضل وخير ونعمة من عند ربنا. يا رب يا رب ديمها علينا يا رب واحفظها من الزوال. ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ويا رب كمان تشاركوني في الفيديو وتعملوا له مشاركة وتعملوا لايك، وكمان تعملوا تعليقات حلوة كده عشان يعني اتشجع كده ونفسي تتفتح للشغل وارجع اشتغل تاني من اول وجديد. وما تنسونيش يا بنات من دعواتكم، ادعوا لي بكل يعني كل دقيقة كل ثانية، ربنا كده ييسر حالنا ويشفينا ويخلينا